يا صباح الهنا والسعادة على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الطبق الجميل ده؟ شايفين طبق البتنجان والفلفل الجميل ده وطبق البطاطس دول؟ بقى أنا محمراهم في الاير فاير. بصراحة الحاجة الوحيدة في مطبخي اللي مش بقدر استغنى عنها هي القلاية. الاير فاير بصراحة مش بستغنى عنها خالص. جميلة في المشويات، وجميلة في القلي، في التحمير، في كل حاجة، وفي الكيكات والبيتزا. طبعا انا كنت قاريه الفلفل والبتنجان والبطاطس دي لاكله المقلوبه، طبعا انا نزلت بالفيديو بتاعها، بس انا حبيت اعمل ريفيو حلو كده واقول لكم القلايه وفوائدها وعيوبها. هي بصراحه جميله جدا في كل حاجه، مفيش فيها اي حاجه خالص، غير ان طبعا العيب بتاعها هو التنظيف شويه. لازم تبقى ايدك في تنظيفها على طول. يعني مثلا عملتي فيها حاجة الصبح، لازم تغسليها على طول. يعني مثلا ما تستنيش تقولي مثلا اغسلها اخر النهار او اغسلها شوية كده او كده، لا. بس اهم حاجة انك ما تغسليهاش وهي سخنة. وهي سخنة على طول لا، لان طبعا ده هيخليها تقشر معاكي. بس هي بصراحة جميلة 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 جميلة، بتوفر معاكي زيت، وطبعا صحية، ما فيش فيها اي حاجة. فعشان كده انا قلت اعمل لكم ريفيو عليها. اللي مثلا حابب يجيبها وقلقان، لا، هاتوها جميلة. انا بستخدمها عندي في كل حاجة، وبحب اعمل فيها الكب كيك والبيتزا، لان طبعا الكب كيك ما بياخدش فيها 10 دقايق، هو 10 دقايق انا بظبط التايمر بتاعها 10 دقايق، ما بتاخدش حاجة. وكذلك البيتزا والفراخ المشوية وكل حاجة جميلة جميلة جدا. يعني حبيت ان انا اعمل لكم ريفيو واقول لكم عليها. اللي خايف يجيبها، لا، هي جميلة بصراحة، هي اساسي عندي في المطبخ. وطبعا انتوا شايفين الفلفل والبتنجان والبطاطس طالعين فيها ما شاء الله حلوين قوي. وانا عملت برضو عنها فيديو في الاول خالص، بس في ناس سألتنا لما عملت الفيديو بتاع المقلوبة، سألوني هي حلوة كويسة صحية؟ هي حلوة كويسة وصحية، والاحلى بقى ان هي موفرة معاكي في الزيت. زي ما انتوا شايفين بتدوا رشة زيت وخلاص، موفرة معاكي جدا يعني. واهم حاجة ان هي تتغسل بسبونشة خفيفة، ممنوع تحطوا فيها اي سلك، تتغسل بسبونشة خفيفة وتتغسل على طول، عشان ما تعملش تراكم زيت وتضايقكوا بعد كده.